هلو هلو، معاكم سارة صقر ودي سر الاكله. تفتكروا كم وصفه قلت لكم فيها محتاجين حليب مكثف؟ النهارده هقول لك ازاي تعمليه في البيت بمقادير سهله وبسيطه، وكمان هنضاعف الكميه، يعني هنعمله في البيت وكمان هنوفر وطعمه احلى كمان من الجاهز واللي احنا بنشتريه من بره. اول حاجه هننزل بيها على سكينه الخلاط هي الميه المغليه او الميه السخنه. عندنا هنا كوبايه ونص من السكر، ومعانا هنا كمان كوبايتين من اللبن البودره. اللبن البودره يكون اللي هو كامل الدسم، ومعانا هنا كمان معلقه كبيره من الزبده نحطها بالشكل ده، وما ننساش كمان رشه الفانيليا السايله. ونبتدي بقى ان احنا نخلط المقادير دي كلها مع بعض. معلومة مهمة جدا واحنا بنعمل الخليط ده، ما نخلطوش اقل من 10 دقايق عشان نتأكد ان كل المكونات معانا بقت متجانسة كده، وكمان السكر معانا يكون داب تماما. لو احنا مستخدمين سكر باودر تقدروا ان انتوا تقللوا شوية من الوقت بتاع الخلط. القوام بتاعه دلوقتي هتلاقوه لسه سايل شوية، مش تقيل قوي، وده عشان احنا حاطين المية المغلية. ننزل بيه كده، شايفين اللون والريحه نفس اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. تيجي بقى ان احنا نسيبه كده يهدى على جنب ونحطه في التلاجة. هتسيبوه كمان لتاني يوم، هتلاقوا القوام بتاعه يتقل اكتر واكتر، هيبقى نفس القوام اللي انتوا بتشتروه من بره بالظبط. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى واسهل طريقه للحليب المكثف المحلى، موفره وطعمه لذيذ جدا جدا. جربوه وقولوا لي رايكم.